انضم إلي الآن مراسل عربي معاذ حامد. معاذ، بعض الدول العربية تعيش على ساعتي كهرباء والحياة تمضي، ولكن عندما يحصل هذا الأمر في الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى يحصل الكثير من الأمور وتتكركب الدنيا كما نذكر. فما التفاصيل؟ ما هو الوضع حاليا؟ طبعا نحن نتحدث عن دول صناعية تعتمد بشكل كامل على الكهرباء، دول تعتمد على الأبواب تفتح على الكهرباء، بالتالي عند انقطاع التيار الكهربائي تحدث هنالك مشاكل كبيرة. دعينا أبدأ في تسلسل ما نعرفه حتى هذه اللحظة للمشاهدين الكرام. الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي في مدريد انقطع التيار الكهربائي دون سابق إنذار عن جميع المناطق الإسبانية. هذا الانقطاع المفاجئ لم يوجد له أي سبب حتى هذه اللحظة بالرغم من مرور أكثر من 2.5 ساعات على انقطاع التيار الكهربائي. لا يعرف على وجه الدقة ما الذي سبب هذا الانقطاع الكهربائي. الانقطاع طبعا أدى إلى تعطيل حركة المرور، أدى إلى تعطيل عمليات إقلاع الطائرات من المطارات الإسبانية المختلفة، تعطل محطات القطارات، المتروات، إضافة إلى المصاعد. هنالك كان الآلاف يستخدمون المصاعد لحظة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف المناطق، بالتالي تعطلت المصاعد داخل العمارات السكنية، وهنالك محاولات لإخراج هؤلاء من قبل الدفاع المدني. نحن نتحدث عن أكثر من 45 مليون شخص يعيشون الآن في إسبانيا بدون كهرباء. الآن المستشفيات مثلا لديها مولدات احتياطية للحفاظ على الأساسيات العمل. بعض المؤسسات تعتمد على بعض هذه المولدات، بالتالي هنالك